احنا في مستشفى 57 دايما شايفين المستقبل، بنجري وراه ونستثمر فيه. عشان كده كنا أول مستشفى في مصر وأفريقيا يكون عندها سايبر نايف، وبكده نحقق 4 أهداف في خطوة واحدة. الأول، نكمل في طريق التأكيد إن مستشفى 57 دايما حريصة على التطوير وجودة البحث العلمي وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة في عالم الطب. والتاني، نقدم أحدث وأفضل خدمة صحية لأطفال المستشفى. والتالت، نقدم أحدث طرق العلاج وأكثرها تطورا للمرضى فوق ال 18 سنة. والرابع، يكون السايبر نايف مش مجرد جهاز حديث للعلاج، لا، وقف خيري الدخل بتاعه يروح لصالح المستشفى. أيوة، احنا في مستشفى 57 بنفكر كده، مش بس هنعتمد على التبرعات وبس، لا، هنعتمد على مواردنا وقدراتنا وجودتنا العالية في البحث العلمي علشان نحقق أعلى دخل للمستشفى بشكل يساعدنا نستثمر في تقديم أفضل خدمة صحية للأطفال المصابين بالسرطان بالمجان. طيب هو إيه بقى السايبر نايف ده؟ السايبر نايف هو نظام الجراحة الإشعاعية الروبوتية، وده أول نظام للإشعاع الجراحي الموجه في العالم. تم تصميمه مخصوص لعلاج الأورام في جميع أنحاء الجسم بدون تدخل جراحي، ولكن بنفس الدقة اللي بيقدمها مشرط الجراح وأكتر. طيب السايبر نايف ده بيعالج إيه بالظبط؟ ركز معايا علشان تعرف عبقرية الجهاز. كل الأبحاث والتجارب العلمية والطبية أثبتت إن السايبر نايف هو الخيار النموذجي لعلاج الأورام السرطانية. مش بس كده، ده كمان بيقدر يعالج الحالات المرتدة اللي سبق ليها العلاج الإشعاعي. السايبر نايف بيعالج سرطان البروستاتا والرئة والمخ والعمود الفقري والكبد والبنكرياس والكلى، وكل ده دون تدخل جراحي وبأعلى دقة ممكنة وبشكل لا يسبب أي ألم للمريض. طب ده بيحصل إزاي؟ أكبر مشكلة وانت بتعالج السرطان هو إزاي تقدر تعالج الأنسجة المصابة بالورم من غير ما تأذي الأنسجة السليمة، ومن غير ما تكون قلقان من أي حركة بسيطة للمريض حتى لو كانت نفسه اللي داخل وخارج. خلينا نشرح أكتر ونقول إن المريض لما بيتنفس أو يتحرك أو يكح حتى وقت جلسة العلاج، العضلات بتتحرك فالأورام بتتحرك معاها، وده بيعمل مشكلة في دقة توجيه الإشعاع للورم، وبسبب ده أحيانا بيحصل أذى للأنسجة السليمة. السايبر نايف بقى حل المشكلة دي تماما، عشان كده بقى هو الحل الأمثل والأدق، لأنه بيشتغل على توجيه جرعات عالية من الإشعاع بدقة بالغة من غير ما يهاجم الأنسجة السليمة المحيطة بالورم، ومن غير ما يتأثر بحركة وتنفس المريض. بالعكس، حركته بتبقى متزامنة بدقة رهيبة، وده بيخليه يتعقب موقع الورم وتحركه مع نفس المريض طول جلسة العلاج، وبالتالي بيوفر الدقة المطلوبة. طب ده معناه ايه؟ معناه ببساطة ان مريض السرطان المحمل اصلا بالخوف من المرض وشراسته هيلاقي نفسه قدام علاج بدون تدخل جراحي وبدون ألم وبدون اللجوء الى بعض الامور المؤذية نفسيا زي تثبيت المريض وقت العلاج. العملية دي بتحصل ازاي؟ كاميرات التوجيه الخاصة بالسايبر نايف بتتولى مسؤولية تحديد موقع الورم في الجسم بدقة عالية جدا عن طريق الأشعة المقطعية، ويبدأ الذراع الروبوتي يتحرك حوالين المريض بحرية كاملة ويجمع حزمة شديدة التركيز من الإشعاع وتضرب الورم. طب هل دي بس هي المميزات اللي بيوفرها السايبر نايف؟ لا خالص، في حاجة تانية مهمة جدا وتعتبر تطور مهم في عالم علاج الأورام بمختلف أنواعها، وهي إن المريض ما بقاش محتاج خلاص يخوض رحلة المعاناة بتاع جلسات الإشعاع اللي كانت بتوصل ل 42 جلسة. السايبر نايف علشان دقته وتطوره الكبير خلى جلسات العلاج 5 جلسات وبس. يبقى كده السايبر نايف بيعالج بدون تدخل جراحي، بيستهدف الورم بدقة عالية، مش بيعرض الأنسجة السليمة للأذى، مش بيسبب ألم موضعي للمريض، وبيحمي المريض كمان من الأذى النفسي اللي ممكن تسببه طول فترة الجلسات أو عمليات التثبيت وقت العلاج. باختصار شديد، على مدار السنين اللي فاتت السايبر نايف أثبت نجاح وفعالية بالأدلة العلمية وساعد الآلاف من مرضى السرطان حوالين العالم. مستشفى 57 357 كعادتها كانت الأولى في مصر وفي أفريقيا إنها تقدم الخدمة دي، خصوصاً وإن القدرة الاستيعابية لجهاز السايبر نايف في شيفت تشغيل واحد بتوصل ل 200 مريض في الشهر. وعشان كل اللي فات ده بنقول لك السايبر نايف محتاج دعمك. الأولى علاج أطفال مستشفى 57 بالمجان،
والتانية علاج المرضى اللي فوق 18 سنة بمقابل مادي بيروح للمستشفى لعلاج الأطفال، والتانية إن وقف خيري بيعالج المرضى فوق ال 18 سنة بمقابل مادي بيروح للمستشفى لعلاج الأطفال. وبكده يبقى دعمك للسايبر نايف بقى دعم الأطفال 57، مش بس مرة واحدة، لأ، مرتين.